التتبيلة السرية اللي هتخلي شيش الطاووق طري وريحته تجنن. هقولكوا على كل الأسرار اللي هتخليه زي المطاعم وأحلى كمان. يلا نشوف عملناه ازاي. عندنا أوراق مخلية غسلينها كويس جدا ومقطعينها ومصفيينها من أي مية. كوباية بقى من الزبادي. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل أسمر بابريكا، معلقة صغيرة من بهارات المشويات، عندنا معلقتين من الزيت، معلقتين من الخل، عصرة ليمونة. بس كده ميكس بقى للتتبيله الخطيره دي. احلى تتبيله شيش طاووق هتجربيها في حياتك. هننزل بقى بالوراك بتاعتنا المتقطعه دي كويس جدا، وهحطها من 3 ل 4 ساعات في التلاجة في التتبيله. عندنا بقى الخضار بتاعنا بصل وفلفل الوان احمر اصفر اخضر. هبدأ ان انا كده اغسله كويس جدا وهقطعه مكعبات بالشكل ده. قطعنا الفلفل الاصفر والاحمر والاخضر. لو مش متوفر ما تحطيش، حطي بصل بس هيدي نكهة حلوة قوي للشيش طاووق بتاعنا. فصصي بقى البصل بتاعنا كده بقطعه 4 وفصصه كده بالشكل ده. عصيان دي الشيش طاووق. ابدأ احط بقى في الخلة بتاعتي كده بصلة فلفل الوان، وهنحط بقى الوراك بتاعتنا اللي هي الشيش بالشكل ده. وبعد كده نحط برضو بصلة وفلفل الوان، واقفلي بقى العصاية على كده. خلصي كل الكمية بالشكل ده. شفتي سهلة وبسيطة ازاي؟ وعايزة اقولك شكله خطير. فرنك شغال على اعلى درجة حرارة، صينية بقى كده وهاتي شبكة، وابدأي رصي بقى العصيان بتاعتي الشيش طاووق بالشكل ده. انا بدهنه الاول كده مادة دهنية عشان ما يلزقش فيه، وبعد كده ارصهم بالشكل ده. عندك بقى السر اللي هيخليها طرية، حط لها كوباية مية سخنة وبس. دخليها الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 200. هتاخد اللون اللي انت شايفاه ده. نقطة زيت بقى كده وغطيها بورق فويل ألمونيوم كأنك شوياها على الفحم، مع رز بسمتي خطيرة. الفراخ مستوية ودايبة، طعمها وريحتها يجنن. لازم تجربوها. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.